بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن أعراض السالمونيلا. أنا عندي بطة زي ما انتوا شايفين راكدة ما بتقومش. تشوفها لو حد ما عندوش خبرة يقول ده كساح، مش قادرة تقف على رجليها. فطبعا في أنواع كتير من السالمونيلا ولها أعراض كتير على حسب. السالمونيلا دي عصب معوي ومرض بكتيري، يعني مش فيروس. بيصيب جميع أنواع الطيور. دي زي ما انتوا شايفين مش قادرة تقف على رجليها، مش قادرة تقوم. طبعا يعني كان النهارده في تحسن شوية، هي كانت حالتها أسوأ من كده بكتير. يعني كان النهارده بدأت تتحرك وبدأت تاكل، وكان درجة حرارتها عالية. طبعا أهم حاجة المضاد حيوي، ويفضل حقن. طبعا أنا اديتها حقنة من عند البيطري، جبتها من الصيدلية البيطرية واديتها لها حقنة أول امبارح زي ما انتوا شايفين. طبعا السالمونيلا ده مرض خطير ممكن يؤدي إلى الوفاة. هو بكتيريا بس بكتيريا دور جامد، يعني مش بسيط. شوفوا يا جماعة، مش قادرة تقف على رجليها.